يا صباح الفل، صباح النور. النهار لسه طالع، وطبعا جنى بتلبس عشان رايحه الامتحان وباباها هيوديها، فانا شبطت ان انا اروح معاهم عشان عايزه زي ما قلت لكم قبل كده في كذا فيديو ان انا من زمان اصلا، من يوم ما جيت هنا دلوقتي بقالي تعتبر 8 9 شهور اهو ما رحتش شقتي الا 3 مرات. فكنت شايفه هناك اخر مره حشره اللي هي بتاعه الخشب دي، لو رحت هناك هصورها لكم لان كتير قال لي منها بتبقى ازاي الحشره دي يعني وكده. فانا خايفه بصراحه تولد وتجيب ولادها وولاد على ولادها. فانا بصراحه عايزه اروح انضف الشقه قبل ما نروح نقعد هناك اسبوع. فلو خدت ولادي كلهم ورحنا هناك في التراب والحاجات دي كلها هيتعبوا، ففرصه ان جنى تروح الامتحان وعمرو نام يعني ما مش هيجي معانا، وسمسم زي ما انتم شايفين سهران مش عايز ينام. تشوفوا متلبسات ده ده واحد، استنوا، واحد اتنين تلاتة. سمسم لهم باي، لهم باي. انا بقى لابسه زي شفتوا الباندا، انا عامله زي الدبدوبه. شوفوا شو لابسه البتاع اللي عامله ازاي، عامله زي الفارو اهو، عامله زي الفارو. شايفه مش واضح هنا، بصوا اهو كله فارو. شايفين الورد الجميل ده لسه عندي من يوم، دي اللي كانت امينه جايبها لي لما كانت هنا. الله يصلح حالها يا رب ويفرح قلبها يا رب، اللهم امين بولادها. فانا سايبها هنا يا امينه عشان افتكرك دايما. بس يا بنات، فانا عامله زي الباندا. شوفوا البتاع، شو والله العظيم اقسم بالله حاسه ان باندا في نفسي ازاي، مش عارفه اهو. بس حلو 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 بيدفش، مش خساره في الفلوس اهو. واسع وجميل جميل قوي. شوفوا واسع قد ايه، شوف واسع كبير قوي. بس حلو. والنبي شقتي هنا اللي عايزه تتنضف مش هناك. مش عارفه الاوضه دي مكتوب عليها ما تتنضفش ابدا، ولادي بيسيبوا كل الشقه ويجي يقعدوا في الاوضه دي. شايفه الاوضه دي فيها حلاوه. بس انا قلت هناك في شقتي هناك كانت المرتبه الفايبر هناك، قلت بيحبوا اوضتي عشان المرتبه فايبر، لكن الحمد لله كل اوضه الوقت بقى فيها مرتبه، فمش عارفه ليه بيحبوا اوضتي. ومش عارفه اللي دي طالعه لفوق كده مش عايزه تنام، عامله كده خانقاني كده، عامله زي بصوا سامع في لكم البتاع اللي شوفوا اهو. الدول بتاعي كده واضح اكتر، بقيت عامله زي الباندا اهو. شوفوا. والله العظيم بيفكرني لما رحت حديقه اسكندريه، كان هناك دب اسمه فارس، فاكره يا موني؟ حبيبه قلبي يا موني. فالدب ده موني لما راحت صورته لي برضه افتكرت الفيديو بتاع لما كانت بتتفرج عليه. بس يا بنات، فانا بقى شابطه معاهم وهروح اشوف شقتي كده، عشان انا ان شاء الله باذن الله لما اروح هناك اسبوع تبقى الشقه نظيفه لاولادي يعني وكده. باي، اشوفكم هناك بقى في المرايه اللي هي ايه القيود بتاعتي. باي. يلا وجنا ايه. قول لهم باي، قول لهم باي، قول لهم ادعوا لي. ادعوا لي. يا لهوي على الشبوره عامله ازاي. اخيرا واخيرا وصلنا بيتنا. جنى بتقولي يلا يا ماما تعالي نرجع. عايز ترجعي هنا يا جنى؟ اهو انا كان كل خوف الشتا بقى عشان البتاع اللي بتنقع دي. وقعت ولا ما وقعتش؟ ما فيش. فوق المكتبه كان بنقع، بس واضح ان مفيش اي حاجه. ايه يا جنى، اي جنى وحشك اوضتك بتنقع. اي البتاع ما تشوف نقع ولا ما نقعش. مفيش حاجه بس على الارض. يا قط حبيبتي. اهم حاجه اشوف الحاجه نقعت ولا ما نقعتش. لا فيش هنا اي حاجه نقعت الحمد لله. المطبخ كده كده بينقع مش مشكله. هنا الحته دي كانت بتنقع برضه، بس الحمد لله مفيش حاجه. شويه عفن. لا قطة عمرها ما بتنقعش. دي برضه اوكي. الحته دي كانت بتنقع برضه بس مفيش حاجه باين وقعت. تعالوا بقى ندخل. بصوا هي مطبخي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لهوي، امال اخر مره لما كنا بنعمل السخان بس يا سمسم. اشوف اللي جابك معانا كان زمانك نمت هناك. شوفوا البتاع هنضفه ان شاء الله. شوفوا بقى، بحبكم بحبكم. بصوا البتاع اللي فاكرين كنا بنفتح ده مع بعض في الرزق. الله الله
سمسم سمسم اهدى على نفسك شويه كده، من ساعه ما جينا ومفيش فايده. شو التراب ده على الشباك؟ اهم حاجه عنده جاي عشان الشاليمو. فين الشاليمو؟ نفسي ينام قوي زي اخوه هناك بس ما. طب ثواني يا حبيبي، ثواني ارفع طبعا واخده هناك حاجات قليله، سايبه انا بدل حاجه. انا بقى كنت شايفه بقى حشره صغنونه كده، لا دخلت هنا وعايزه اجيب بودره بس المحلات قافله، لان البودره دي ملقاهاش الا هنا بس. واجيبها برضك شوفوا الباب قدام باب شقتي عامل ازاي. شوف المنظر، الورد بتاعي مات يا خساره. شوفوا المنظر، التراب بتاع قدام شقتي. عايزه بقى انضف الحاجات دي. وريني كده. شطور. عايزه انضف الشقه كلها عشان لما اجي اقعد هنا الاسبوع ما اقعدش بقى اشغل نفسي بقى ايه. ما اقعدش اشغل نفسي بقى ايه بقى ناقص ايه ومش ناقص ايه، ولا ولادي يتبهدلوا من التراب، لان زي ما انتم شايفين التراب عامل ازاي. زي ما انتم شايفين. انا بقى شفت برضك الحشره، لو اعرف ان انا اوريها لكم. انا شفتها، انا شفت الحشره دي. عدي يا سمسم كده لو سمحت في جنب. مش عارفه يعني بتبقى بتاع سقعانه كده. راحت فين ايها الحشره؟ وانا بنضف له اوريها لكم. بتاع صغنونه رخمه كده. شفتها برضك عند جنى، عشان كده هي طلعت اتفسحت في الشقه ودخلت المطبخ. فانا عايزه اجيب بودره بقى، والبودره اللي بجيبها ما بقاش لها ريحه. شو جنى لسه لها نص ساعه وتروح الامتحان. حاول اغش. لا ده كتاب تانية. بس فانا هحاول بقى تانية اعدادي. بس يا بنات، فانا هحاول بقى ايه اجيب البودره ونضف، حتى لو الاوضه بتاعت جنى وعمر يبقى نضاف. وايه تاني كمان. والله ايه اللي عايز يجي الشقه يجي ياخد المفتاح ويجي يقعد فيها، بس محدش جه يعني قاعد فيها. يا لهوي، فاكره لما كنت منضفه معاكم ايه ده البتاع لازق، المطر مخلى التراب طينه. ده انا هتعب والله العظيم. بس بقى مفتاح تهوش. بس يا بنات فالحمد لله. فيا دوبك اما اعمل القطين دول وارش بودره نمل والبتاعه الحشرات دي، الدنيا تبقى تمام. وبعد كده قط بقى على السريع، والصلاه على السريع، وبعد كده المطبخ ان شاء الله. وبس. منورين. ودي يا سمسم تعمل ايه؟ روحي شوفوا الشقه عامله ازاي. يلا بقى نبدا بقى نغير هدومنا عشان طبعا ايه البتاع ما يتبهدلش. ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلوا عليا يا بنات. حط لايك من ايدك الحلوه، وشجعيني بكومنت حلو من كومنتاتك الجميله. ويلا بينا. عايزه اقول لكم انا دخلت كده في الاوضه، نفضت كده الشباك وقلت انضف السرير كده على السريع، عشان سمسم لو نام يبقى الفرشه نظيفه، لان هو ما نامش اصلا من المغرب، من امبارح المغرب. فطبعا انا كان نفسي قوي ينام، لان نومه متلخبط شويه كده. فقلت اسيبه ينام يعني والحاجات دي كلها، عشان ايه اجي هنا بقى في جو رايق، بعيد عن بقى ايه الدوشه بتاعته والحاجات اللي هو عملها. ويا ريتني فعلا عملت كده بصراحه، لان بامانه كده تعبني وتعب اعصابي جامد جدا جدا. ف ما نامش يعني. فقلت الحمد لله عادي يظبط بقى نومه لما اروح بقى على العصر كده ولا المغرب يبدا ينام يعني وكده. فهنا بقى عشان ما بهدلش هدومي، رحت بقى ايه غيرت ولبست عبايتي الحلوه دي. العبايه اللي كنت واخداها من اختي، كانت استغنت عنها عشان كان واقع عليها كلور من يعني من الطرف من تحت كده. بس انا خدتها وسبتها هنا بقى بلبسها، لان انا بحب الالوانات اللي ما بتكونش عندي يعني وكده. بعد كده زي ما أنتم شايفين، بعد ما فرشت هناك السرير بقى وخدت الفرشة بتاعته عشان أغسلها. ما كنتش لسه فرشته، أنا كنت بس خدت الفرشة عشان أفضّي برضك الفرشة ديًّا عشان أغسلهم مرّة واحدة في الغسالة، على ما الغسالة تخلص يكون إيه أنجزت حاجة تانية. فطبعًا الفرشة دي من يوم ما كنت فرشتها ما كانش ولادي ناموا عليها إلا مرّة واحدة. بس بصراحة أنا متعقدة خالص، خالص من الأوضة دي وأوضة جنى، عشان أوضة جنى والأوضة دي فيها حشرة. بُصّوا مطلّعة عيني، باحلم بقى كل يوم هناك، وزعلانة أوي نفسي أروح أنضّف الشقة. فقُلت بقى لأ، فرصة بقى.
فجوزي يقول لي استنى ما بنتك تخلص الامتحانات ونيجي نقعد هنا الاسبوع. قلت له لا، انا هاجي انضف كل يوم معاكم حاجه لحد ما جانا تخلص ونروح، وبعد كده اجي اقعد بقى الاسبوع بقى براحتي اشوف اخواتي، اقعد بقى ايه، ما يبقاش ورايا بقى لا تنظيف ولا ترتيب ولا الحاجات دي كلها خالص. تمام. فهنا بقى زي ما انتم شايفين، رُحت بقى أشغّل الغسالة، لقيت عندي شوية أريال في قلب العلبة ديًّا صغيّرين كده، قُلت يالّا مش مشكلة هيستحملوا الغسلتين، لإني هاغسل على مرتين، يعني على دورين، وزي ما أنتم شايفين كده، مليت الغسالة، وهنا الخرطوم هيصرف في التويلت، والحمد لله على كل حال. هنا بقى الغسالة دي غسيلها جميل أوي، قُلت يا ريتني خدتها والله هناك بدل ما كنت واخدة الكبيرة. طبعًا هتقولي لي: "يا منى أنتِ المخدات بتاعتِك متوسخة ليه؟" عايزة أقول لكم أنا كنت باغسلها أصلًا في الغسالة الكبيرة، بس هنا بقى طبعًا المخدات قطن فطبعًا صعب غسيلها يعني شوية، بس عادي ممكن أبقى أغسلها على الناشف كده، وتبقى أشيل الصفار منها وأحطها في الشمس تنشف والحاجات دي كلها، بس أمّا أقعد هنا بقى إيه كده وأفوق للدنيا هابقى أقول لكم. هنا شايفين الحاجات اللي بتبقى على الحيطة دي أنا اللي باعملها، باعملها بالترتر اللي على العباية، كنت قاعدة ألعب سمسم أقول له شوف أنا باعمل إيه. تمام. بدأت بقى إيه بعد ما خلصت اللي أنتم شايفينه سِبت الغسالة تشتغل، خدت بقى إيه البلكونة في سكتي ليه؟ عشان أمّا آجي أنشر أو أطلّع المرتبة والمخدات في البلكونة يتشمسوا بقى والشمس لسه هتطلع، يكون إيه، البلكونة نضيفة، لإن البلكونة كلّها تراب. أنا باخد الحاجة الأولويات الأول، اللي هو مثلًا أنا هاغسل بتاع اسمه ده الملابس، فهاضطر أنشرها لازمًا الإحبال تكون نضيفة، هاطلّع التكويات والمرتبة، فلازمًا تكون المكان نضيف اللي هاحطه فيه، فما رضيتش أطلّعهم على السطح بقى. فهنا البلكونة في التوقيت ده الشمس بتيجي عليَّ ييجي حركة ساعة كده، فقُلت لأ أستغل الساعة ديًّا إن أنا أحط اللي اسمها دي المراتب يعني وكده. عايزة أقول لكم الشمس أكلت المعجون اللي أنا كنت معجناه في البلكونة، والله العظيم باشمّله كده لقيته مقشّر يعني وكده، بس يالّا عادي مش مشكلة. الشواية دي والله العظيم نفسي آخدها هناك عشان أشوي، بس جوزي بيقول لي ما ينفعش يعني هو مش بيتنا يعني عشان ناخد حريتنا ونشوي والحاجات دي كلّها. فقال لي: "عايزة تشوي الأسبوع اللي أنتِ تيجي تقعدي فيه هنا يبقى اشوي براحتك، لكن ما ينفعش تاخديها هناك يعني وكده." فبس يا بنات هو فعلًا ده بقى الفرق بين الإيجار والملك بصراحة. تمام. فهنا بقى زي ما أنتم شايفين الحاجات الفرش ده كله أصلًا مقطوع ودايب، بس أنتِ سايباه هنا ليا منه عشان ساعات بابقى أخلّيه يشرب مَيّة كده وبارميه. لإن ساعات بيبقى يعني مَيّة مطر، مَيّة بتاع، ساعات باشرب المَيّة عشان المَيّة ما تدخلّيش في الصالة، لإني أنا عندي البلكونة عالية عن الصالة. تمام. فبس يا بنات وعايزة أقول لكم أنا بقى خلاص أنا بقى باشيل الكركبة والحاجات دي كلّها، وأمّا آجي هنا بقى زي ما قُلت لكم الأسبوع اللي هاقعده هاستغنى عن أي كركبة ما لهاش أي تلاتين لازمة، وأدّيها لأصحاب نصيبها يعني. تمام. هنا بقى شايفين التراب، أنا كنت بقى متوقعة إن هيكون لازق وهيتعبني، مسافة كده ما عملت بالمقشة ديًّا اتشالت خلاص. بس أنا بقى ما رضيتش أكُب بقى مَيّة، فاكريني لمّا أنا كنت منضفة معاكم البلكونة كنت صابة بقى مَيّة وعاملة حاجات كتير أوي، بس إحنا بقى في الشتا والجو برد وما فيش داعي للكلام ده. وما مع رأي جنى أنضّف هاجي ألاقيها بعد كده تراب. بس. فأنا هنا بقى كنت خايفة على جنى أو كنت بادعي لها هي وبنت أخويا بجد ربنا ينجّحهم وينجّح كل ولادكم يا رب اللهم آمين، لإن بصراحة الامتحانات أصلًا يعني صعبة و ولازمًا تركيز ولازمًا حاجات كتير أوي. والحمد لله على كل حال، فشوية تراب طالعين من البلكونة ما أقولكوش، يا لهوي! إيه ده! نُص كيلو تراب، بس الحمد لله إن أنا أنجزت وفرحانة أوي، والله روّحت يا بنات عايزة أقول لكم رجلي مش قادرة، رجلي حاسة إن أنا جالي برد في رجلي، رجلي بردانة جدًا، جدًا، وحاسة إن أنا تعبت، لإن الموضوع جه على فجأة كده، وما كنتش في التخطيط إن أنا أروح معاهم ولا أي حاجة. طبعًا طبعًا أنا خدت برد على الصبح كده، أنا جسمي حساس أصلًا وما عنديش مناعة، وواصلة شقتي بعد العصر على ما جنى طلعت يعني وكده، فلأ بصراحة كان تعب عليَّ بأمانة، وأنا ما كنت مطبّقة وما كنتش نايمة كمان، يعني أنا وسمسم قعدنا دلوقتي بننام بعد الفجر، ونفضل نايمين بقى إيه براحتنا يعني وكده، إنما جوزي بقى الله يعينه كان بيسهر بقى عشان جنى يودّيها يعني وكده، وعمرو يعتبر الفجر بينام هو كمان، فنومي ما كانش منتظم، فعشان كده باقول لكم بُصّوا تعب أعصاب والله، بس يالّا الحمد لله الواحد بينجز اللي وراه، بيخلّص يعني اللي وراه. ويعمل كل حاجة يعني. هنا بقى بامسح السور بالقماشة دي، أنا مسحت الإحبال عشان لمّا آجي أنشر تكون الإحبال نضيفة، وهنا بقى عايزة أقول لكم أنا هاطلّع بقى المخدات تتشمس، شوفوا بقى الحركة دي التليفون بتاعي وقع. كل إلا تليفوني، كل إلا تليفوني.
تمام، هو ما عادش أصلًا مستحمل أي خبطة يعني زيادة وكده. فهنا بقى طلّعت بقى قُلت فرصة بقى إيه الشمس حلوة أهي، أطلّع بقى المخدات تتشمس، لإن عايزة أقول لكم القطن ده بقى حاجة تانية. شايفين البتاع اللي أنا شايلاه دي، ده نُص مرتبة، هي كانت فاكرين المرتبة ديًا فاكرين الفيديو اللي أنا أول ما جبت السرير الدورين، قُمت رايحة جايبة المرتبة اللي هي المتر و20 ديًا، قُمت رايحة قاصّاها 2. هنا كان جوزي بقى شافني قام مساعدني بقى في التانية ديًا، مش عارفة واحدة تقيلة وواحدة خفيفة، مع إن أنا قاصّاهم بالنُص هُم الاتنين. مين فاكر الفيديو لمّا أنا كنت جِبت المرتبة دي وقصيتها 2 وقُلت لكم عايزة أنجز الموضوع قبل ما جوزي ييجي ويشوفني، لإن لو جه وشافني هيبقى فيها مشكلة. جوزي من النوع اللي بيخلّينا بيخلّينا يعني هو عايز يحافظ على حاجة أوي، لإني أنا يوم ما بِعت أوضة النوم بتاعتي لسه ماسكاها لحد الآن، يقول لي: "اوعي تقولي أبيع حاجة." لإنه هو عارف الحاجة اللي بتتباع ما بتتعوّضش، وهو بصراحة معاه حق، لإن فعلًا بجد يا بنات أي خشب هتجيبيه اليومين دول جديد بيبقى خشب زي الزفت ومغشوش ومش حلو، لكن أحلى حاجة الخشب بتاع زمان. يعني أنصحِك نصيحة أمّا تيجي تشتري أي حاجة خشب، هاتيها خشب قديم مستعمل وأنتِ جدديه بقى ادهنيه وغيّري شكله وغيّري موديله، لكن الخشب بتاع اليومين دول كلّه تقليد وكرتون ومغشوش ومش حلو. فهو ليه حق فعلًا يخاف ويقول أنا ما عادش هاخلّيكِ تبيعي ولا تفكّري حتى تعملي أي حاجة في الشقة خالص، اتعلّم بقى من يوم موقف أوضة النوم اللي أنا بِعتها يعني وكده. هنا بقى خلاص راح جاب لي إزازة الكلوركس دي ب ب35 جنيه، غِلت أوي. وهنا بقى بارُش حوالين السرير، عايزة أقول لكم الأوضة بتاعتي سبحان الله على قد ما هي بحري، بس والله العظيم ما فيهاش أي حاجة ونضيفة وزي الفل. أمّا الأوضتين اللي جنبي مش عارفة بييجوا تراب منهم منين، مع إن ما بيطلّوش على شارع ضيّق، بييجي لهم تراب منين وييجي لهم الحشرة دي منين مش قادرة، مش عارفة. بس أنا يعتبر أنا بدأت أفهم الحشرة دي بتيجي منين، أكيد بتيجي من الكراسات والكتيبات اللي موجودة في أوض ولادي، أنا حاسة بكده، لإن هنا الأوضة دي ما فيهاش أي حاجة، عشان ما فيهاش كتيبات ولا كراريس ولا أي حاجة. هنا بقى تقولي لي بتكرهي إيه منها؟ أقول لِك بتاع المخدة الطويلة دي، فقُلت لجوزي اعملها كده، قال لي ساعديني، فعملناها سوا أنا وهو كده. باكره ألبّس وِش المخدة الكبيرة، أنتم كده والّا أنا لأ؟ يعني أنا بصراحة في مصر بس هي اللي فيها المخدة الطويلة دي، إنما برّه مصر ما عندهمش موضوع المخدة الطويلة دي. والله العظيم حاجة كده بتتعب الأعصاب. بس كده، نضّفت الأوضة وضبّطت الدنيا عشان القرد ينام، برضك القرد مش عايز ينام خالص، قاعد بقى زي ما أنتم شايفين بقى ينوّر البتاعة ديّة ويقول لي هتقعد معانا، قُلت له: "لأ سيبها دلوقتي لسه رمضان بدري شوية يعني وكده." آمم، وفي الآخر ما نامش والله العظيم. في الآخر ما نامش، لمّا روّحت بقى قعد شوية وقام نايم. هنا بقى زي ما أنتم شايفين بقى جوزي بقى في البلكونة، وأنا بقى أروح للغسيل بتاعي عشان أشوفه خلص والّا لأ، عشان أطلّع الدورة دي واغسل دورة غيرها أهو. عايزة أقول لكم المَيّة طينة، 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 طينة. والله العظيم فرشت الفرشة دي ومن يومها بقى إيه، التراب طبعًا بييجي عليها وما حدش بينام طبعًا. كل ما نيجي نبات هنا ولادي ما كانوش بيرضوا، ناموا يعتبر باتوا ليلة واحدة وقالوا لنا ما فيش تلفزيون ولا في نت ولا في أي حاجة، هتقعدونا هنا نعمل إيه؟ فأنا إن شاء الله لو ربنا سهِّل عليَّ فيما بعد، هابقى أجيب شاشة صغيرة هنا، عشان لو جينا مثلًا نبات والّا حاجة، أبقى سايبة لهم الشاشة هنا إيه، يتسلّوا فيها يعني وكده. هنا بقى زي ما أنتم شايفين جوزي بقى كان جاب لي فطار. هو عارف إن أنا باحب البتنجان المقلي أوي، فراح جاب لي من المطعم. المطاعم هنا بصراحة بتكون حلوة أوي، أوي بصراحة عن هناك، فراح جاب لي بقى الحاجات ديًّا، كنا جايبين أصلًا وإحنا جايين طماطم وخيار، لإن أنا طبعًا عاملة حسابي لمّا أنا باجوع باكل مثلًا خياراية، طماطماية والحاجات دي كلّها. بس بقى ما كلتش والله، يعني الحاجات دي كلّها واتحطّت مك سِبت بقى بقية سِبت البيض والخضار ده ما خدتوش معايا وأنا مروّحة، عشان إن شاء الله لو ليّا عُمر أروح تاني يوم أو الأسبوع اللي جاي بقى إن شاء الله، اللي هو جانا لسه لها يومين وتخلّص امتحانات، فأمّا آجي بقى الأسبوع اللي بعده فتبقى هنا حاجة يعني وكده تبقى موجودة يعني بيض بتاع كده. أنا بقى باعمل السلطة أهيًا مع الفطار ده، وهاقعد إيه أنا وهو وسمسم نبدأ نفطر، لإن ما كناش فطرنا يعني وكده. وجانا طبعًا ربنا يوفقها كانت في الامتحان، ويا رب ينجحها هي وبنت أخويا يا رب، والبنات كلّهم والولاد كلّهم يا رب ويهديهم ويصلح حالهم يا رب ويركّزوا كده في الامتحانات، لإن في امتحانات بتطلع في محافظات صعبة، وفي امتحانات سهلة، وفي بيغشوا وبيضيّعوا مجهود البنات اللي ذاكرت. يعني أنا جانا بنتي تقول لي: "يا ماما أنا أفضل أذاكر، أذاكر." وفي الآخر البنات جات غشت على الجاهز، قُلت لها: "يا حياة ربنا ما بيضيّعش تعب حد." فكانت زعلانة يعني وكده. بس فالحمد لله هنا بقى باقول لكم هنا العيش أهوًا جايبينه وإحنا جايين من الفرن، هابقى آخده وأنا ماشية، وهنا عملت الفطار أهوًا، كده بس تمام الحمد لله على كل حال. تعالوا بقى افطروا معانا.
هنا بقى بُصّوا، حطيت البتاع كده من غير ما جوزي ياخد باله، قُلت له: "بُص إحنا تعالَ بقى نفطر كده." فطبعًا أنا بقى ما ليش في الفطار أوي، هو جايب يعني الباذنجان عشاني، لإن عارف أنا باحب الباذنجان المقلي أوي. خدت كده لقمة وكلتها على السريع مع خيار بقى وحاجات من ديّة، وسمسم طبعًا ولادي أصلًا مش متعودين على الفطار ده، يعني نفسي أعوّد ولادي ما إحنا ما بن بُصّوا الفطار ده أنا قُلت لكم إن أنا ما باجيبوش إلا كل سنة مرّة أو لمّا يكون حد عندي مش هتصدقوا، إنما جوزي بياكل الحاجات دي برّه، لكن ما بيجيبهاش البيت لإن ما حدش فينا بياكلها، إحنا ما بنجيبهاش إلا كل فين وفين. لا إما لو حد مثلًا بيتعشى عندنا، بيفطر عندنا، ممكن نجيبها لكن إحنا بناكل بقى سندوتشات طياري كده، ساندوتش جبنة على السريع، ما لناش أوي في الفطار ولا العشا أوي. تمام، هنا بقى باعمل لجوزي كوباية شاي، قُلت أعمل لي بالمرّة أنا كمان، بس كده. وبس يا بنات بابقى ماسكة الكاتل وخايفة منه لإني مكسور، فبابقى أعمله كده بحرص. المطبخ بقى يبقى ليه يوم تاني خالص، بس هيكون آخر حاجة إن شاء الله. فإن شاء الله الفيديو ده ليه جزء تاني انتظروه، وأشوفِك على خير فيديو جديد، وما تنسوش تحطوا لايك